الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الكهف مبل 18 كفار كنقصلينا تطبيلنا ينبرنا خأني آية 28 قلصنايا نسخ أنتي بالنيرو واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أبز قلصنا ودينا ينيرنا زعبا تفعل قلصنا مالتيو سلازي حجي أب آية 29 30 كنقصلينا مالتيو. إذا آية زخاني 29 30 خاني الله سبحانه وتعالى انتايلو وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. سلزي قوله تعالى وقل إلو الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم تزربا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يدحر إن أمتي خوان مالتيو أي قلها معلنا مالت بعلي بقلت قبل مالتي لو ني رسول صلى الله عليه وسلم الحق من ربكم لا من غيره تحق زمت أسيك هب ربي انبركب كالا يكونن فلا تطلب الحق من طريق غير طريق الله عز وجل لأن الحق من عند الله. حق خاب ربي سلازمت أكم سي إذا حق إذا خاني خاب كالا أي تحتتو كابتي أندزو سدودو بعد حق الله سبحانه وتعالى كابو طيقو كاب كالا بوتا حق تمصي لكم يتفتنوا لأنه الله سبحانه وتعالى تزد لنا حقي القرآن قال لنا أنبياء أوريدوا لنا سلازم من تاينا حقي نفلت بزعبة تفعل لنا بحق نفلت بحيث في بني عقيدة مثالي زأكلنا بكالوت كن حتى تيبلنا نتايد أنا فتي من قد ربي زلوا بو خنفلت نخيل بيتي قرآن بيتي سنان بيتي أنبياء زمتقوم كن كيدا لنا مالتي خاب قال اسخن حتى كن في التنية بلنا دحريم ملسمة قتيلو خانتايلو مالتيو وقل الحق من ربكم يعني نقرم حق خاب ربي إمتيو خاب بقرآن تزلو نقرم يلو دحريو خاني إنا تمرج عايز خون فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والأمر في قوله تعالى فليكفر يعني تزدلي من تزدلي يقحد مالتيو فليكفر مالت انتهي مالتيو للتهديد وليس للإباحة بل هو للتهديد كما يهدد إنسان غيره فيقول إن كنت صادقا فافعل كذا ويدل عليه قوله تعالى بعده إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها يعني نأبنتسي انت اليوم يؤمنوا انت اليوم يقحدوا قبل كله انت اليوم يقحدوا سي مرج ايكونن يعني كم مرج اماراج زي كونسي كم هداديو الله سبحانه وتعالى يهددوا مالو مالتيو تدليكم امنوا صبوا مالتي تزي امينكم دمانئي انتي كم نصبيكم زلو فلطوا مهدادين بر قالي اسب انتي وسدو مالتيو ربكو تدليكم امنوا تدليكم اي تؤمنوا لنا ايكونن كبرادا دا امبري ندحر تردينايو دحرتي زي يكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر زبل دحري إزمت آيات كنرئين كلنا تمعنا كنرئين كلنا نمهداتك مخانو إلى علماء مالتي إن كنت صادقا أمنت حدث نسب قان إن حق أن يكون كجبرت بلا مالتيو ده زي كونجن نايب على خط جبره نجر كل خيل مالتيو دحري أنت مت مالتيو إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها يعني اتيزي كفره اتيزي خحاده مالتيو انتي يصبيلو حوي يصبيلو اذا حوخ اني نمن يداليو زي سبحانه وتعالى نمن لقول الظالمين يعني اعتدنا للظالمين نزوم ظالمين المراد به الكافرون والدليل على هذا قوله تعالى فليكفر يعني زي ظالمين زي خحادو مالتيو نعم كا
جهنم يصبيهم له والعياذ بالله. فإن قال قائل هل الكفر يسمى ظلما؟ يعني قالوا يسب كبير خيلو كفر سي ظلم ديو كم ظلم دي حسبني نخحد نزخحد نكفرسي كم مزلام دي حسب اندحر تباهيلو ملسخ أنت إذا خو نعم كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون. لأنه أبز آيازي أبسورة البقرة خلت مئتنا 54 الله سبحانه وتعالى انتايلو والكافرون هم الظالمون إذا أم كافرون دما إذا أتم ظالمون. ولا أحد أظلم ممن كفر بالله يعني كاب كفر زعبس لزيله كأزل مزخف خيلا مالتي أو جعل معه شريكا ويدما مسؤول قال أي أشارة خين دحركوينه مشرك دحركوينه هو الذي خلقه وأمده وأعده ربه بوكان دهلو قال أسب ويكال طاقوت مسؤول تشرك يزخلوا ربي أي فتوني مالتي. سلازيزي ربي ظالمين كم زبالهم قليت نماتي. قوله تعالى أحاط بهم أي بأهل النار مالتي سرادقها أي ما حولها يعني أن النار قد أحاطت بهم فلا يمكن أن يفروا عنها يمينا ولا شمالا. يعني إن أعتدنا للظالمين الدالين اللوملا نزمز ظلموا نزمز كفروا نارا حوي جهنم أحاط بهم سرادقها يعني خبيباتهم نافتي فلخ قبل يقولون كهدمي يقولون نبز خدوا بوتا يلن بقى أخيلوا مالتي كل نجر كم زي تخبيبا بتحوي جهنم مالتي فلا يمكن أن يفروا خادمي يقولون بيمان ولا نبز أقام خدوا يقولون. وقوله تعالى وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يعني أن أهل النار ما يكتم كله إذا عطشوا عطشا شديدا وذلك بأكل الزقوم أو بغير ذلك أغيثوا بهذا الماء يعني حمق مقبين ديوم زبل عذاب جهنم كأن زقوم زبهل نسخ بالعخلو ما يتم أماني ما يستينا لهم حتى خلوا انت عينت ما إذا ما يغاثوا يعني يوهبوا يردوا بتماي انت عينت ماي كالمهل يعني يكون كعكر الزيت يعني تفله الخاثر في أسفله أو ما أشبه ذلك مما هو منظر كريه ولا تقبله النفوس كما قال تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه. نسأل الله العفو والعافية. بتعمي إذا فرحك قد سمعه هلا خازنا جرزي لأنه تي مايز هو هابو ستوسي كالمهل خانئي انت عينتي وكم الزيت تقلو زيت مسؤول حوس الزبالة نجرات زلوه حما قدس زي بلا كانوا خطريون بعلو نوع السيء مستيو مالتهم يعني نفس خاص يتقبلوا نورمال جزء صوري ما يتزي كوينو خد ستي حما زخونه وي حرخرخ زباله وي جل نجر زلوه ما نفس خايفين فنو يتسدس هي بلا كان كنت ستيو أبو الدنيا خماني. لذلك كان أبو بخو معينتهم ما يكون وهابو قال أي خاني أبصرة إبراهيم الله سبحانه وتعالى تايلو يتجرعه ولا يكاد يسقى يعني ويسقى من ماء صديد داني صديد كأما قلي وكم قلي ما يكون نسي بوي أنكستيو نسأل الله العفو والعافية. يتجرعه ولا يكاد يسيقه يعني يتجرعه مالت أي كالصديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه لك همز مقل عينت يوم يعني ما يكبلوه مالتهم. يشوي الوجوه مالت كأني إذ أقرب منها شواها وتساقطت والعياذ بالله من شدة فيح هذا الماء إذا قرب يعني أقرب كله منها سي يعني شواها وتساقطت يعني قلت أنا أقرب كله نفت ما يسسي يعني كم زلك خمس طبس عينت قالت تطبسخ مخيني ودق مالتيو والعياذ بالله من شدة فيح هذا الماء يعني من كتر ما إذا ما يزي وعي مالتي بطعم خمت أن لعله وعي كوينو يقعد لك يعني قرب من كل حدث كل بملؤ تسوق يودق مالتيو. وإذا وصل إلى أمعائهم قطعها كما قال عز وجل أبكب دمك بتأخذ ما يزخاني مع طعم يقرارصه يعني قرارص مالتي مع طعم كاني كم رب زبله مالتي وسوق ماء حميما فقطع أمعاءهم يعني قلت يبقى يعني ما حميم مالتي كم من تايم وانا أبنت حجي أبقى عدتها تلو دا يتفتروا وعي ما يالو أو أخطأت خلها ويكتحزوها ما نكتقروا يتخيلني خمون كتر ما وعيو كأوزوت هل تخفت حاوسو كابقوبتات زوت بتعم وعي زهونا ماي مالتيو زقر مكا إزي ناي الدنيا يعني آخرات طبعا كأوتات نلعلي خندي عصفتات مالتيو. سلازي إزي ما يزخصتي خلو وسوقو يوهاب خصتي منئي ماء إزي ما يزي حميما يعني حميم زخونا سيبك أبطع
هل زبل حو مالتيو وعي ماي مالتيو كوستي وخلو مع أنتم قرارط سبحان الله. وما أعظم الوجع والألم في من تقطع معه من الداخل. حدا سبسي مع أنتم قرارط كله وش تخبدس كمي انت عينتك أنزائق حلف مالتيو، لكن مع ذلك تقطع وتعاد كالجلود من زخلقن رب العالمين تساقيومس كوم تقراريصو مع أنتومس قصوم وديقص سبقوم وديقص ندقنا رب العالمين يملسوكم بحدش ندقنا هم يساقيو. وهكذا خمتي الله سبحانه وتعالى زبلو كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اتي قربتهم كي ترفوا ولا نفسهم كله مستبلاشوا مالتي مستقات عليه حرارة ندقنا الله سبحانه وتعالى حدش يقبروا لهم ندقنا تمليسهم كأن إن منتهي ليذوقوا العذاب كساقيو أتبعهم كساقيو متان ندقنا. وهكذا على طول مالتي. الله أكبر سبحان القادر على كل شيء. رب كل زكاء له مالتي نتوم زكفرون زعابيون مالتي زي السقايت صبيهم زلو. وبلحظة يكون هذا الشيء متتابعا، يعني إزي أب سكندتاتو يعني أب لحظاتيو على طول يزغير على طول يساقيو على طول يودق نفسهم كل نجر على طول كأن إندجنا رب العالمين كان بحدش كلما نضجت بدلوا كلما تقطعت الأمعاء فإنها توصل بسرعة يعني أو أنا يعني جزاز وسيدة يكونن يتي قربتهم إندجنا حدش يملست مع أنتم إندجنا نورمال يخون وهكذا لأن رب العالمين كن فيكون تيلو يخون ماتيو. سلازي نسأل الله العفو والعافية. قليل كنتات أيكون مالتيو إذا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يعني إتي إذا ما يزخ أنا بئس الشراب زبهال زلو هذا قدح وذم لهذا الشراب وبئس فعل ماضي يعني لإنشاء الذم. إذا هو بئس مالت زخافة بقى هم صرفي بئس الشراب حمق بقى يعني قد قلت زي بئس الشراب يعني دس زي بالمالت يخون تستيوه. وإذا أنا بكاب من نأسيو رب العالمين قلت لهم زلهم مالتي بئس مالتك أفعل ماضي زخونه لإنشاء الذم يعني من نأس أكلنا عاتهم مالتي ونتحمق صروحهم سلازخونه سلاز كفروا إشراك سلاز قبروا شرك سلاز قبروا نرب سلاز يتعززوا يوم زخول سقاي زرخب زلهم مالتي. وقوله وساءت مرتفقة أي كأني دحي قتلها أي وقبح مرتفقها يعني الارتفاق بها والمرتفق ما يرتفق به الإنسان قد يكون حسنا وقد يكون سيئا. ففي الجنة وحسنت مرتفق أي بهال مرتفق أمال ترجمها أبزي وساءت مرتفق أي بلالو أب جنة وحسنت مرتفقة مرتفقها ترجمه مالت انتايو الارتفاق بها والمرتفق ما يرتفق به الإنسان قد يكون حسنا وقد يكون سيئا. وفي النار يعني حجي أبزي أمجن وحسنت مرتفقة أب جنة وساءت مرتفقة دم أب جهنم مالتيو. وفي النار وساءت مرتفقة أبحو إن حركوينه وساءت مرتفقة يبها المالتيو إزي بئس الشراب وساءت مرتفقة يعني حمق ما تقرشت حمق كنتات حمق زرخبون بحقي أزاز اللون شجر زلو خنتات إزينا جهنم والعياذ بالله زقلت مالتيو. دحريو قتيلو تآيان تايبل آية 3 مالتي هذه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إذا أتم كأن إيمان يمزخون زلو هذا من أسلوب القرآن فإن الله عز وجل إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة وهذا معنى قوله مثانية زبهلنا أبنت القرآن إذا خاء ناي قرآن عينت يعني كجلس الكان كله ناي أهل جهنم كمتسون كله ندجنا نايتهم أهل الجنة خاي جلس النان زي خاني القرآن مثانة دبها المثانة مالتها مالتيو هي تثنى فيه المعاني والأحوال والأوصاف ليكون الإنسان جامعا بين الخوف والرجاء في سيره إلى ربه. كل جزء مثانة دبها التاي مالتيو كل تعينت سئلي أقرب لنا ربي حجي كل التخونتات جلس لنا نايتم أهل الجهنم كجلس لنا خلوا دايركت نايتم أهل الجنة جلس لنا وي بأنصاره نايجا أهل الجنة جلس لنا دمان دجناب قالوا وتخاء حلف يلون دجناب تي أبتبوت السخاء ناي أهل الجهنم جلس لنا نمنتاي كلتي ود السب سميع ريو متان كمهار كمرت أين من قد حشني له مالتي لنعوي خاني مثانا زبهال يعني تثني فيه المعاني كنتات
تي أحوالن تي أوصافن كجلس كله قرآن تي معنى كجلس كله كل التعينات جامعا بين الخوف والرجاء يعني زفرحن تسفى ذهبن في سيري إلى ربه أما قد ربسي كلتو إيه رجال الكمالاتيو تزفرحن تي جنة ترجح قسن يعني رجاء أن تسفى زلو أن أهل الجنة تسمع خلها بقى تسفى تقبر قوم أمك تكون تدلي مالتيو نفسها كلنا وي تدفافقوا نايتم أهل جهنم تسمع خلها خاني طبعا كتفرح لك خاوت من قد سخا أخطر حق تفتن مالتيو إتي زي كاتاتلجن إتي قدادي فوق كل زلجن قرآن يفلت ولا أب كفر زلو ولا بشرك زلجن إتي فلت جن يا وصل نايتم أهل جهنم حيزي خيد الله مالتيو جنت مؤمن ربز فرح جن على الأقل كل تي إندا فلت جيجا خجبر كله توبان دا جبره دا تملس مالتيو متى نبزي كمز عينت مسير ويدما خمز عينت متقرش تأخي كون أفت جهنم أتيو إذا خير خاي قاتمو يسعر مالتيو إذا أنا القرآن أسلوب مالتي من قدنا القرآن كم يجيرت منهج من قدي تطريق أنا من قدي ناي القرآن أقال لسا نتخونتاتك بخمس عينت ملكي أخوني بلن الله قوله تعالى خأنت هايلو مالتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذي قد سبق الكلام في هذا المعنى هذه الآية قال تعالى إن يعني بزعبازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيقليسنا إنا قد محجي بزح توم إيمانا نياتات توم تصبق صراح زقبرو إذي بزعبهم قليسنا نيرنا مالتي رب انتهيلو دحريو إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا بزعبازهم سبات زي مالتيوم نحنا سي ربسي بزعبهم أجرهم كم زي تفعلهم مالتيو إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا مالت ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم أي بلن هيدا قال أجر من أحسن عملا مالت وذلك لبيان العلة في ثواب هؤلاء وهو أنهم أحسنوا العمل قال آية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان بسورة الرحمن مالتي هذا من الوجه المعنوي من الوجه اللفظي تكون رؤوس الآية متوافقة ومتطابقة لأنه لو قال إنا لا نضيع أجرهم لاختلف رؤوس الآيات حجي إذا رب العالمين إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا مالت تزب النيرو ويدما إنا لا نضيع أجرهم تزب النيرو في اللي مهلو نيرو لكن أحسن من عمل جن بحفشوا لك خمتها حنت آيات بالمالتي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان تصبق زجبارة تصبق رب العالمين هو مالتي رب العالمين كأ تصبق عملهم كم زي يطفأ لهم سلزي وبماذا يكون الإحسان في العمل يكون بأمرين إحسان عملنا إن لا نضيع أجر من أحسن عمل خا إحسان ترجمه مخا أنت مالتي أبتسرح أنت يخون بخلت تنجري خون مالتي الإخلاص لله عز وجل قدامي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حجزين بزين رب العالمين مقبل زجبر أنت سرح بتين رب لله الكاتو تسرح مالتيو قال أي كألك خمتي رسول صلى الله عليه وسلم زجبره غير كاتقتل كخت كيد كلها ولا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من الحث على إحسان العمل إذا آية زي أخا أنت يتقل سألنا مالتيو تدفع فأنا نتحمل صبق صراحنا خنقبر نأجرنا خنقبر تدفع فأن آية سلزخونت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إزوم صبق صراح السرح إيمانياتات نهاتاتهم إنا يلو طبعا إنا قبل كله ناب ربي إزم الله سئتي دمير رب مالتي لا نضيع أجر من أحسن عملا زخونة سب صبق صراح زقبره خير صراح زقبره رب العالمين آيات فقلونيو كأم تقولي مالتيو جهنم زقتو نجر خونات لأنه رب انتهي لك على آية دما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صبق زجبر سي انتهي صبق خات فديون برح ما أيت فديون رب خا نصبق زجبر خسب كأني بجك صبق قال أي فديوني مالتي سلازي إزي خان إتي الله سبحانه وتعالى أن حدا سب صبق زجبر صبق فديون تزي كوينم برح ما كم زي يسنحلو مالتي أتي إحسان أب عمل دما ويدما إحسان أسرح زخون كأني بخل التنجر مالتي لنا حدا قدام نجر إخلاص لله عز وجل إخلاص رب خرزق خلو كله تجبر سرح خان رب خون كله مالتي اتخال أي كأل متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتي سنة الرسول يعني على أهل السنة والجماعة زخونتي اتي سرح وتناخ خيدون كله زي تخكلني يخون مالتي ولذلك إذا آية زي أخاني نصبق صرحنا خنصرح بطعم الدفع فأنا خمس بلنا يعني دحري قتصل مالتي بزعب أهل الجنة لك عقمتمنا جهنم خونتاتهم زقلت ألنا زي انتا خوينهم يومكم خوينهم مهنات سلز كفروا مالتيهم وقل الحق من ربكم حق خاب رب خائيو كاب ربي إمت إمون دحر آمينهم
إلو دحر كأنتي زدلي يؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إتي زي كفر حد قنع وهديدو بزعما ناي جهنم قليج قلنا مالتيو حجي خاني نايزم إيمانياتات كأ إزوم آمنهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إزيلنا مالتي إزوم إيمانياتات كأ تبقوا صراح سرحوا كأ حقهم أين يطفئ له منا تبقوا صراحهم أي يطفئ له من يلو ربي ولا لا دحريون تايمت مالتيو انتي كم صبيهم زلون عخاني قلتنا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة أبز حجي وحسنت مرتفقة أبتي وبئس تانا جهنم مسكونة وساءت مرتفقة نيرا مالتو بئس الشراب وساءت مرتفقة أبزقن نتوم أهل الجنة جن وحسنت مرتفقة سلزي بزعبا نايزم أهل الجنة كنقلص نحركونا خاء جيزي خد لي الناس لزخوني إذا أنا يحجي كفال أب كمزي كتودئيا أما تسائخ أنئي بزعباتهم أهل الجنة انتاي كمزي تصبيهم زلو بزعبهم كنقلصينا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.